بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا شايفين الجو عامل ازاي، يعني اكسروا كده من الدعاء ساعة الشتاء. بديها تيجي تشتي كده ادعوا بقى كتير، يعني اللي في نفسه اي دعوة كده يدعي ساعة المطر كده لعلها تكون ساعة استجابة يعني. فبما انه بقى هو روتين شتوي كده خالص غرقنا من الشتاء، فاحسن حاجه في الوقت ده ان احنا القرقيش طبعا الطريه الجميله لا القرص الطريه والقرقيش فنعملها بقى في الجو اللي هو بصوا يعني في الوقت الجميل ده، محلاها بقى مع كوبايه شاي بلبن كده بقى قدام الفرن. بصي يعني جو كده لا يعوض خالص. فاحنا النهارده هنعمل قرص طريه، وكمان نعمل شويه قراقيش كده طيبه خالص جميله. ممكن تاكليها بشاي بلبن، ممكن تاكليها بجبنه، تاكليها باي حاجه من الحاجات دي. تبقى حلوه وجميله وطعم بصي مش عايزه اقول لك. وكمان هقول لك على طريقه كده لو انتي طبعا احنا عارفين الحاجات دي بتتعمل بسمنه بلدي. لو انت ما عندكيش سمنه بلدي وعايزه تعملي بس ريحه السمنه اللي هي الصفايح دي اللي هي كريستال وجنه والحاجات دي، طبعا بتظهر في الحاجات دي قوي. فطبعا خايفه تعملي لا الريحه تظهر وما يبانش ان هي معموله بسمنه بلدي وكده. فانا هقولك على حاجه حلوه قوي تخلي ريحه السمنه دي بلدي 100%. فتعالوا معايا كده بقى. انا كنت مسيحه سمنه طبعا معاكم، وريتها لكم تقريبا كان في الفيديو اللي فات. فانا خدت منها احسن حاجه عشان ما تتعبيش نفسك ان انت تعايري يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عملت نص كيلو سمنه على يعني هو نص كيلو، بس انا شلت مج كده وحطيت بداله زيت. خلاص حطيت كمان كيس الخميرة، كيس واحد على الاتنين كيلو دقيق مع 3 معالق سكر، وقلبتهم كده في المج زي ما انتوا شايفين. على ما انا سيحت السمنه سيبتها كده طبعا عشان مش بحب ان انا اعملها على البارد بصراحه خالص. على البارد هتعفن معايا بسرعه لو انا سبتها بره يعني. خلاص فانا سبت السمسم يتحمص كويس قوي في السمنه، وهبدا احط على العجين بقى بقيه السكر. وكمان حطيت معلقه بيكنج باودر معلقه، وحطيت نص معلقه صغيره ملح، وهقلب. انا حطيت في المج معلقه، وحطيت هنا معلقتين سكر، وفي المج مع الخميره معلقه. هبدا اقلبهم كلهم على الناشف الاول. احنا نعمل كده الاول القرص الطريه ماشي. مهم قوي قوي يعني، بتاخدي طعم جميل جدا لما بتحمصي السمسم مع شويه سمنه كده الاول. بصراحه بيدي طعم رهيب، وكمان السمسم بيفضل متحمص كده يعني الاخر قرصه معاكي بيتن طعمه محمص. يعني كلنا عارفين لما السمسم بيبقى مندي كده لو متحمص، برضو لو انت محمصاه مثلا بيبقى بيطرى كده، انتوا عارفين ان هو بيدي طعم مش ظريف خالص اصلا، ممكن يبوظ طعم القرصه خالص. فاحسن حاجه ان انت تعمليها انك تحمصيه شويه في معلقتين سمنه كده الاول. خلاص عملتهم الاول وقلبتهم تقليبه صغيره كده طبعا عشان الطبق بلاستيك يعني، والسمنه سخنه جدا. جبت بقيه السمنه وعملتها في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا عامله احسن حاجه بالمقدار زي ما بقول لكم بالمقدار. مش بتفرق بقى نوع الدقيق هو بيفرق في السوائل. يعني الكيلو الدقيق مش بيفرق قد ايه لبن يعني، فاهماني؟ انما السمنه هي اللي بتجيبها بالمقدار المعروف يعني.
دول 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم نص كيلو سمنه، نص ومج زيت. ده لبن انا كنت مروباه كيلو لبن. وكمان بالقشطه بتاعته اهو، ممكن تحطي قشطه اللي هي بنشيلها من على وش اللبن، ممكن تحملي كمان لو انت عندك حته قشطه في الفريزر او اي حاجه ممكن تطلعها تعملي بيها عادي خالص. انا هنا ما شلتش بقى الوش القشطه ده، بس انا كنت بوريه لكم لان طبعا كلنا عارفين ان لبن الشتا بيبقى بيعمل وش حلو يعني كتير كده، فما شاء الله لقيت كيلو اللبن عمل وش جامد كده، فما حبيتش ان انا اشيله. اول حاجه بسيت الدقيق بالسمنه كويس قوي، لازم يتبس كويس قوي لحد ما تحسي ان الدقيق بص يعني مسكتيه وعملتيه بايدك كده تحسي انه مسك في بعضه. طبعا عشان طعم الدقيق ما يبانش في طعم القرصه كده. خلاص هحط بقى الخميره، هحطها وكمان هحط اللبن بقى بالتدريج، مش هحطه كله مره واحده عشان في دقيق مش بيحتاج سوائل كتير وفي دقيق بيحتاج سوائل كتير. طيب تطلعي القرص بتاعتك طريه وجميله كده وما تنشفش معاكي ازاي؟ اول حاجه ان انت تعجنيها كويس قوي، والعجينه بتاعتك تبقى طريه ما تبقاش ناشفه، يعني ما تنشفيش العجينه. وكمان لما تيجي تسويها لازم تشغلي الفرن من قبلها بشويه كده يسخن حلو قوي، وبعد كده تحطي القرص بتاعتك. لو انت شغلت الفرن وحطيت القرص على طول، القرص كده هتحسي ان هي مجرمزه كده وتطلع معاكي ناشفه، مهما عملتي فيها بقى غطيتيها ما غطيتهاش هتطلع معاكي ناشفه لان هي صملت من الفرن اصلا. ماشي، فاحسن حاجه ان انت تسخني الفرن الاول، يعني قبلها كده ب10 دقايق ولا حاجه يسخن كويس قوي، سواء فرن البوتاجاز بقى ولا فرن الخبيز ولا كده. انا هنا ما قطعتهاش على طول، سبتها تخمر مره الاول على ما اعمل القراقيش يعني، وكده تكون ايه ارتاحت كده وخدت ودت مع نفسها كده شويه. خلاص انا هنا كنت بعاير السمنه للقراقيش يعني. القراقيش عايزاها تبقى ناشفه او تبقى طريه من نوع السوائل، ما تكتريش في السوائل. لو انت عايزاها تبقى ناشفه وماسكه نفسها قوي بزياده كتري السوائل لما تيجي يعني تلميها كده. خلاص انا هنا عملت مجين 2 سمنه وكمان يعني نص مج زيت كده كمان، ونفس الحكايه عملت السكر مع الخميره الاول سبتهم يتفاعلوا كده، ونفس القصه برضو عملت السمسم لوحده في سمنه كده يتحمص الاول، وكمان عملت السمنه تتسيح برضو لوحدها. هنا الدقيقه انا ضفت كيس لبن بودره، وحطيت معلقتين سكر ونص معلقه بتاع ده ملح، وحطيت كيسين 2 فانيليا بتدي يعني مش حاطه بيض ولا حاطه اي حاجه، بس بتدي العجين ريحه حلوه قوي يعني. خلاص انا هنا حطيت السمسم بقى المتحمص، وكمان هحط السمنه اهو. بحب بصراحه اعمله قوي بالسمنه المقدوحه يعني، بتديله طعم كده رهيب وجميل قوي. خلاص هحطها الاول، انا كنت الاول بقلب بالمعلقه عشان هي كانت سخنه قوي ما كنتش عارفه ان انا امسكها بايدي يعني، فطبعا بعد كده ما ينفعش بالمعلقه بقى، هنزل بايدي على طول، كمان بلبن حليب مش لبن رايب، يعني القرص عملناها بلبن رايب وقشطه، انما القراقيش بلبن حليب. كمان مش بتتعجن كتير زي القرص وتقعدي تلتي وتعجني في العجينه كده، لا هي يا دوبت بتبسي كده العجينه بالسمنه اللي انت عملتيها. وكمان لما تيجي تحطي اللبن يا دوبت مش بتعجني، فاهمه يعني بصوابع ايدك بس كده لحد ما العجينه تلم معاكي وخلاص كده، يعني لا تحطي سوائل تاني ولا تنيكي تلتي في العجينه، لان انت لو لتيتي في العجينه هتقلب معاكي بقرص على طول. طيب انت ما عندكيش سمنه بلدي وعايزه تعمليها تحسي ان هي بسمنه بلدي بقى وجميله وريحتها مفحفحه وكده، ممكن تعمليها بزيت. دي حاجه ممكن ما تحطيش سمنه خالص وتعمليها بزيت. ممكن كمان يعني وانتي بتسيحي السمنه تحطي عليها مج اللبن حليب وهي بتتسيح، ما تخافيش السمنه مش هيجرى لها اي حاجه ولا هتبوظ ولا تطرطش عليكي ولا اي حاجه خالص، يعني حطي كده بقلب جامد. معيار السمنه اللي انت هتحطيه يعني للكيلو كده مثلا نحطي عليه مج ونص او مجين لبن ويسيبوهم يسيحوا كده مع بعض. ما تخافيش اللبن هيدي السمنه اللي هي العلب دي او اللي انت جايباها اللي هي كريستال او روابي او كده هيديها طعم وريحه البلدي كده شويه، مش هتحس ان هي سمنه علب خالص يعني. ماشي
طبعا كل واحد ومقدرته، يعني انا مش بقول حاجه والله. في ناس بتبقى عايزه تعمل وكده، بس بتبقى الامكانيه مش مساعده ان مثلا يعني تعمل دلوقتي كيلو السمنه ب100 و100 اللي هي البلد البيضة يعني، فمش هتعمله تعمل بيه قراقيش يعني او قرص. فممكن تستخسر يعني، فاهمني؟ عشان هي امكانياتها مثلا قليله او كده، وبتبقى نفسها تعمل، لان دي حاجات اساسيه في البيت على طول ما بنقدرش نستغنى عنها. فلا، ممكن تجيب السمنه اللي هي الصفايح دي، كريستال او روابي، او يعني النوع اللي انت بتحبيه بتفضليه، وتعملي وانت بتسيحيها تحطي عليها مج اللبن ده. بصراحة بيمنع ريحتها خالص، وبيغير ريحتها كده شوية، بتحس ان هي بلدي شوية كده، وبتبقى حلوة، ما بتبانش ريحتها في المعجنات خالص. كلنا عارفين ان المعجنات من اكتر الحاجات إن اللي ريحة السمنة وريحة الحاجات دي بتبان فيها، يعني تشمي القرص كده او القراقيش دي، تحسي يعني تعرفي ان كانت معموله بسمنه بلدي ولا سمنه صفايح او الكلام ده. بتتعرف ليه؟ لان هي الحاجات دي بتبان من ريحتها قوي. خلاص، فاعملي كده وتشجعي وما تخافيش يعني. ماشي. هو بس الغرض والله ان احنا بنعمل حاجه لعيالنا ولبيتنا وكده، فاكيد بنبقى حابين ان احنا نعملها احسن حاجه يعني، احسن من اللي بره، والا مش هتفرق يعني. لما انا ممكن اروح اشتري كيلو قراقيش من بره وخلاص. فهي بتبقى الفكره في كده. فجربي في كيلو دقيق، مش هتخسري حاجه. المهم بقى عشان ما اطولش عليكم انا قطعته طبعا. هو انا عملته الاول، قطعته الاول، وطبعا لسه برضو عجينه القرص بتخمر. فانا قلت اما اقطعه الاول كده، عشان هو مش بيخمر زي القرص يعني. هو ممكن يعني انا ساعات ما بسيبوش يرفع، وبسويه على طول، يعني هو بيبقى عامل زي الكحك كده. بس المره دي بصراحه كمان الدنيا ساقعه. لو في الحر انا بخلص تقطيع من هنا واقوم اسوي من هنا على طول. انما الدنيا طبعا ساقعه، فانا ما حبيتش ان هو يبقى مكتوم شويه. سبته يرفع كده براحته خالص. على ما خلصت القرص كان هو رفع، فبدات ان انا اسوي فيه على طول. مهم قوي انك تاخدي بالك من العجينه، يعني سواء في الصيف او في الشتاء، وتعرفي تتعاملي معاها في الصيف ازاي وفي الشتاء ازاي. في الشتاء بنسيب العجين يخمر شويه علشان يعني ياخد ويدي كده مع بعض، ويبقى نافش كده وحلو، ما تبقاش العجينه مكتومه، ما تبقاش تحسي ان هي مكتومه كده، مش الطعم اللي انت عايزاه، ما تبقاش نافشه كده وحلو. خلاص. انما في الصيف طبعا طبيعي لما بنخلص اصلا يعني العجينه بتخمر مننا في ثانيه. اول ما بتخلصي بتبصي تلاقي ما شاء الله العجين رفع على طول، لان الدنيا بتبقى حر جدا. خلاص. ممكن تقطعي الطول اللي انت عايزاه، ممكن تقطعي بسكينه، ممكن تقطعي بقطعه البيتزا، ممكن تقطعي قطعه اليابه بتاعه العجين دي، يعني الشكل اللي يعجبك. ممكن تعملي اي شكل انت حباه او عايزاه، اللي هو اللي بيبقى بالورب شويه كده، بس انا مش بحبه عشان بتاع البنانية بتبقى طويله مطوله كده، فانا مش بحبه يعني. انا بحب ده. بحس ان هو الشكل الطبيعي بتاعنا، بتاع امهاتنا، وكنا نقعد جنبهم هما بيعملوا في الفرن والجو ده، فانا بحبه. خلاص. خلاص خلصت البنين بقى كده. هبدأ اخش في القرص بقى. طبعا العجينة بتاعتي خمرت الحمد لله وارتاحت خالص. انا بحب اشتغل على طول في الصاج، ما بحبش يعني اتنين انقل واحط في القرص وهي مفرودة كده. بحس ان صوابع الايد بتبان فيها، فانا ما بحبش كده. يعني انا بكورهم كلهم كور قد بعضها زي ما انتم شايفين كده، وببدا افردهم في الصاج واسيبها زي ما هي مكانها. فعشان صوابعي ما تعلمش، حتى لما بتخمر وتيجي تشيليها من مكان لمكان بتلاقي الصوابع معلمه كده فيها، ويبقى شكلها كده مش لطيف يعني. خلاص. فانا بشوف ناس بصراحه بيحطوا على طاولات العيش كده ترفع، ولما يجوا يسووا ينقلوا في الصاجات وكده، فبحس ان الصوابع بتبقى باينه، وكمان العجينه بتهبط. ما بتنقليها بتهبط. فانا مش بحب كده، بحب اعملها على ابوها زي ما بيقولوا يعني. كده خلصت الكميه كلها بقى، هسيبها ترتاح كده طبعا شويه، مش هسويها دلوقتي طبعا خالص يعني. براحتها. هوريها لكم برده لما تخمر. بصوا دي شكلها لما خمرت اهي. وكمان القريش بتاعتنا ارتاحت خالص ما شاء الله، برده ما نفشتش ولا عملت اي حاجه. بصي يعني انا حاسه ان هي زي ما هي يعني، لا نفشت ولا خمرت زياده ولا اي حاجه، ومع ذلك برده ان شاء الله تطلع معايا مرمله كده وطيبه وجميله. كل اللي احنا هنعمله بقى ان احنا ايه، سخنا الفرن عشان ما نحطش الحاجه بتاعتنا في الفرن تصمل كده وتبقى ايه ناشفه او خدت السقوعيه بتاعه الفرن. انا عايزه الفرن يبقى سخن.
طب انا ليه رافعه الصاج كده؟ علشان القعر بتاعي بتاع الفرن احمر شويه، حمر الصاج من تحت شويه، والوش كان ابيض، فانا مش عايزاه على ما الوش يحمر هو كمان والقرص تستوي كويس. الصاج هيبقى من تحت اسود، هيشيط من تحت. فانا برفع الصاج شويه كده باي حاجه، بصينيه، بصاج تاني، باي حاجه عن الصاجه بتاعه الفرن. خدي بالك لو انت بتسوي في الفرن بتاع الخبيز ده، عشان في ساعات الصاجه بتبقى رقيقه يمه ويمه او كده، فخدي بالك ممكن تلاقي الحاجه محمره من يمه، واليمه التانيه يعني لسه بيضه. فاول ما تحسي بكده لا، ارفعي بصاج او باي حاجه، متهيألي بصاج مناسب او صينيه صغيره كده الصاج، والقعر بتاعهم هيبقى حلو قوي ومحمر. بصي بسم الله ما شاء الله، يعني القعر بتاع القرصه عامل ازاي، وكمان مش محروقه ولا اي حاجه، وجميل مستويه فوق وتحت. اول ما بخرج الصاج من الفرن بغطيه على طول، ما بتسيبوهوش في الهوا كده. اوعي تسيبي اي معجنات تخرجيها من الفرن منها للهوا كده، بتخرجيها من الهوا السخن اللي في الفرن للهوا الساقع اللي بره، وتسيبيها مكشوفة. ده بيخلي القرصة مجلدة وممكن تنشف وما تعرفيش تاكلي منها بعد كده. فاحسن حاجه ان انت بتخلي معاكي قماشه كده قطن حلوه، او طبعا كلنا يعني في بيوتنا عاملين حتت للاكل قماش، يعني ملايه قديمه، فوطه قديمه، اي حاجه من الحاجات دي بنعملها، بنستعملها للاكل، بنغطي بيها الحاجات دي. فاول ما الصاج يطلع من الفرن تروحي مغطيه بيه على طول، علشان القرصه بتاعتك تطنيها طريه، تطينيها في الفريزر. تيجي تطلعيها بقى لما تعينيها من الفريزر تلاقيها لسه كأنك لسه مطلعاها من الفرن حالا. يعني بتحس ان هي صبحه طريه، ريحتها فيها ريحه القشطه والسمنه البلدي فيها، ما بتختلفش اي حاجه خالص، ماشي. انما انت لو سبتيها في الهواء على طول كده بتطلع مقدده كده وناشفه، حتى لو انت عنديها في الفريزر وتجي طلعتها تاني خلاص، واصلا بيبقى موضوعها انتهى، يعني بتبقى الريحه طلعت وهي خدت الهواء الساقع وهي لسه خارجه من الفرن سخنه، فقددت كده ومبقتش حلوه خلاص. انا هنا بعبيهم في اكياس على حسب الاستعمال بتاعي، يعني بحب ايه، احط كل 5-6 قرص كده في اكياس من اللي هي بتاعه اللبن كده. كنت زمان بجيب الاكياس اللي هي بتاعه العيش الكبيره دي واروح عينهم كلهم مره واحده، بس بحس ان هي بتهدر. لان الكيس الكبير ده طبعا ممكن يتحرك كده، مش بتبقى محطوطه بالتساوي فيه وكده، فبلاقيت ايه في اخر الكيس كده بلاقي 5-6 قرص كده مهريين اصلا في الكيس اللي متقطعه والمهريه واللي كده. فاكياس اللبن احسن حل، بتبقى على قدها، كمان تقدري تعملي 5 ب5، 10 ب10. فلا، هو كيس اللبن مش هياخد 10 اكيد، فبيبقى احسن حاجه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى منكم بقى يكون يعجبكم، وما تنسوش ليا في اللايك.